أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن أداة يمكن اسمها يبان معقد شوية، رياكت روتر. بس هي في الحقيقة ورا كل تجربة سلسة بنعيشها على الويب دلوقتي، الأداة دي غيرت شكل المواقع والتطبيقات تماما. فيلا بينا نفهم إيه حكايتها بالظبط وإزاي غيرت كل حاجة. الاقتباس ده بيلخص الحكاية كلها. كلنا أكيد مرينا بالتجربة دي. بتستخدم موقع، تدوس على لينك، تلاقي الشاشة كلها أبيضت لثانية كده ورجعت تحمل من أول وجديد. الرعشة أو الفليكر دي هي بالظبط أصل المشكلة اللي هنتكلم عنها النهاردة، والأدوات زي الرياكت راوتر جت عشان تحلها. طيب، عشان نفهم الحل لازم الأول نرجع لورا شوية ونفهم المشكلة كانت فين. زمان المواقع كانت بتتعمل بطريقة اسمها تطبيقات متعددة الصفحات أو Multi-Page Applications. الطريقة دي هي اللي كانت بتسبب الرعشة اللي بنتكلم عليها، لأن كل صفحة كانت حرفياً ملف منفصل لوحده. تعالوا نتخيل السيناريو ده خطوة بخطوة. أول حاجة، الواحد بيضغط على لينك، يقوم المتصفح يعمل إيه؟ يبعت طلب كامل للسيرفر ويقول له هات لي الصفحة الجديدة. السيرفر يرد عليه بملف HTML جديد خالص. وهنا بقى تيجي الكارثة. الخطوة الأخيرة دي، المتصفح بياخد كل اللي كان على الشاشة ويرميه، حرفياً بيمسح كل حاجة ويبدأ يرسم الصفحة من الصفر. عشان كده الإحساس بيبقى بطيء ومقطع، مش كأننا جوه تطبيق واحد، لأ، كأننا بنقلب في ورق كتاب قديم. ومن هنا بقى ظهر البطل بتاعنا، تطبيق الصفحة الواحدة أو السنجل بيج ابليكيشن. الفكرة دي هي الحل الأنيق والمباشر لمشكلة إعادة التحميل البطيئة دي. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة شديدة، المتصفح بيحمل الهيكل الأساسي للموقع مرة واحدة بس لما نفتحه أول مرة. بعد كده أي تنقل بيحصل، أي لينك بندوس عليه، هو مجرد تبديل لجزء صغير من المحتوى اللي معروض، من غير ما نحتاج نحمل الصفحة كلها تاني من الأول. المقارنة دي بتوضح الفرق تماماً. المواقع القديمة ال MPA عاملة زي الكتاب، عشان تروح لصفحة جديدة لازم تقلب صفحة كاملة. لكن المواقع الحديثة ال SPA أشبه ما تكون بسكرول سحري، المحتوى اللي عليه بيتغير في نفس اللحظة من غير أي تقليب ولا تحميل، والنتيجة طبعاً تجربة أسرع وأسلس بكتير جداً. جميل جدا. بس بما ان تطبيقات الصفحة الواحدة دي ممتازة، هي خلقت تحدي جديد من نوعه. لو هو فعلا كله على بعضه صفحة واحدة، ازاي بنقدر نخلق الوهم ده ان في صفحات كتير ومختلفة؟ السؤال ده هو بالظبط قلب الموضوع. إزاي بنقدر ندير المحتوى اللي بيظهر للمستخدم ده ونخليه مربوط باللينك اللي فوق في المتصفح؟ كل ده طبعا من غير ما نعمل إعادة تحميل للصفحة. هنا بقى بيجي دور أدوات معينة زي رياكت روتر. وهنا بقى بيظهر الرياكت راوتر، الأداة المتخصصة اللي بتحل المشكلة دي تحديداً في التطبيقات اللي معمولة بمكتبة رياكت. ممكن نعتبره هو اللي بينظم حركة المرور جوه الصفحة الواحدة دي عشان كل حاجة تظهر في مكانها الصح. يعني باختصار شديد، رياكت راوتر بيعمل حاجة واحدة أساسية، بيبص على اللينك اللي في المتصفح. أول ما اللينك ده يتغير، هو بيبقى عارف بالظبط إيه المحتوى اللي المفروض يظهر على الشاشة، ويقوم بعرضه في لحظتها. هو عامل زي مخرج المسرحية كده، اللي بيقرر إيه المشهد اللي عليه الدور. وهنا بقى بنكتشف السر. العملية كلها بتعتمد على مكون مخصوص اسمه لينك. المكون ده من بره شكله لينك عادي خالص، لكن من جوه بيعمل حركة ذكية جدا. بيمنع المتصفح إنه يعمل إعادة تحميل للصفحة. بدل كده بيغير اللينك اللي فوق بس، ويقول لرياكت راوتر يلا دورك. بس الموضوع مش مجرد تبديل صفحات وخلاص. رياكت راوتر بيدينا إمكانيات أقوى من كده بكتير، إمكانيات بتخلينا نبني الواجهات المعقدة اللي بنشوفها في كل التطبيقات الكبيرة النهاردة. لو فكرنا في أي داشبورد بنستخدمها أو حتى فيسبوك أو تويتر، هنلاقي دايما إن في أجزاء من الصفحة ثابتة ما بتتغيرش، زي الشريط اللي فوق أو القائمة اللي على الجنب، وجزء تاني في النص هو اللي محتواه بيتغير مع كل ضغطة. ده بيتعمل إزاي؟ ده بيتعمل بميزة قوية جدا. الفكرة دي عبقرية الصراحة. تخيلوا إنها زي فكرة صورة جوه صورة كده. عندنا المسار الأب ده اللي بيرسم الإطار الخارجي، يعني الهيدر اللي فوق والقائمة اللي على الجنب، وبيكون سايب في النص حتة فاضية زي برواز فاضي كده. الحتة دي اسمها اوتلت. لما الواحد بقى يدوس على لينك يوديه على صفحة تانية زي البروفايل مثلا، الرياكت راوتر بيجيب محتوى البروفايل ده اللي هو المسار الابن ويحطه بالظبط جوه البرواز الفاضي ده، وبكده بنقدر نتحكم في كل حتة في الشاشة لوحدها. حاجة في منتهى القوة. طيب، في الآخر خالص، ليه كل الكلام ده مهم؟ ببساطة لأن التقنية دي هي اللي حولت مواقع الويب من مجرد صفحات بنقرأ منها معلومات لتطبيقات كاملة بنقدر نتفاعل معاها. بفضل أدوات زي رياكت راوتر، الخط الفاصل بين الموقع والتطبيق تقريباً اتمسح. التحول ده هو اللي سمح بظهور جيل جديد بالكامل من التطبيقات اللي بتعيش بالكامل جوه المتصفح، زي جوجل دوكس أو فيجما. دي تطبيقات كانت هتبقى مستحيلة أو على الأقل بطيئة جدا بالطريقة القديمة.
بقينا بنبني تجارب معقدة وغنية بتشتغل بنفس كفاءة وسرعة التطبيقات اللي بننزلها على أجهزتنا. والاقتباس ده بيرجعنا تاني لأهم نقطة عملية في الموضوع كله. كل السحر اللي حكينا عنه ده مفتاحه هو استخدام الأداة الصح. استخدام مكون لينك بدل اللينك العادي بتاع HTML هو اللي بيمنع الرعشة المزعجة دي، وهو اللي بيخلي التجربة كلها سريعة وسلسة. وده بيوصلنا لسؤال أخير ومهم نفكر فيه. مع التطور ده، هل تطبيقات الويب في طريقها إنها تكون هي المستقبل؟ هل هيجي يوم معظم تجاربنا الرقمية تحصل جوه المتصفح من غير ما نحتاج ننزل تطبيقات منفصلة؟ ده سؤال بيفتح الباب لمستقبل التكنولوجيا كله.